كلمني محمد سعد قال لي انا الفيلم خلص يا ريس وبيتمنتج وعايزينك تيجي تدي بس تقول للسكيه كده ايه ملحوظاتك الحلوه ومش عارف ايه. الراجل بيجاملني عشان اروح اتفرج على نسخه العمل في الفيلم، فرحت قعدت. وكان في الوقت ده انا اقول الكلام ده لاول مره، انا قلت النهارده حاجات كتير اول مره بس دي كانت مهمه، ان انا اتفرجت على نسخه عمل لفيلم الليمبي في سينما شيراتون القاهره. عبلة كامل البهجه اللي كانت عاملاها في الفيلم دي مموتينها في اخر الفيلم. احمد عبد الله كاتب النهايه ان هي ماتت في اخر الفيلم، وفجاه بعد فيلم كله بهجه وشخصيه الليمبي واللي احنا شفناه ده كله، فجاه مشهد حزين في الفرح في الاخر، ام الليمبي ماتت. والمشهد درامي تراجيدي انه بيتقلب الفرح لعزا. انا قمت وقفت في السينما، احنا كنا 10 15 احمد السبكي ومحمد السبكي ومحمد سعد ووائل احسان واحمد عبد الله مجموعه العاملين عند السبكي وبتاع. انا قمت وقفت ورا. فجالي احمد عبد الله قال لي الفيلم لسه ما خلصش، انت فاكر في ناس فعايز تجري قبل ما الناس تهجم على الباب وبتاع؟ قلت له لا، انا رفضت لغايه هنا، مش عايز شويه، انتوا دمرتوا الفيلم. فقال لي ازاي يعني؟ المهم الفيلم خلص وخرجنا قعدنا، قلت لهم يا جماعه وائل احسان، وائل ابني يعني من ولادي، ومحمد سعد ومحمد السبكي واحمد عبد الله، قلت لهم هذه النهايه هتدمر الفيلم، تدمر ايرادات الفيلم وتدمر البطل اللي اول مره يبقى فيلم بتاع، وتبوظ لنا فيلم شخصيه الليمبي اللي احنا عملناها. طبعا انا تاني باكد انه شخصيه الليمبي مكتوبه على الورق عند احمد عبد الله في فيلم الناظر. بهذه النهايه ليه عبلة كامل عامله البهجه وبتاع دي؟ ليه الشخصيه دي تموت؟ ليه النهايه ما تكونش نهايه سعيده في فيلم زي ده كوميرشال؟ يعني احنا ما بنعملش دعاء كروان. فاقتنعوا بكلامي، وطلع محمد السبكي الساعة 7 صباحا بعد الميتنج ده النسخ اللي في تركيا، كان بيطبع النسخ في تركيا، يشيل بعد ما طبع النسخة المشهد موت عبلة كامل من 40-50 نسخة، او لو ما كانش لسه طبع كان شالوا من الماستر، وعملوا نهاية تانية وصوروها له ان ما تكونش ابدا بموت عبلة كامل، وعادوا المشهد وغيروه. فازاي انا ازعل واندم ان انا ما عملتش منه؟ لو زعلت ما كنتش قلت الكلام ده، وكان الفيلم اتدمر، وكان الناس طلعت مش شتمت فيه وكسرت السينما. ازاي عبلة كامل في فيلم الليمبي تموت في الاخر؟ حتى لو هذه روايه وهذا قدر وده بيحصل، ما يحصلش فيلم كده، يحصل في فيلم ساعة ونص من افلام احمد عبد الله التراجيدي، يحصل في فيلم الفرح كباريه، لكن ما يحصلش في فيلم الليمبي. يعني لغايه النهارده محمد سعد يقول لي المنقذ، الرئيس القديم المنقذ، عشان انقذت له الفيلم. طبعا على فكره اكتر واحد اقتنع بكلامي احمد عبد الله، اول واحد اقتنع بكلامي وائل احسان، اول واحد اقتنع بكلامي السبكي وقال لي انا قلت لهم كده بس يا عم هم مفكرين الفيلم بقى والمخرج والمؤلف مع بعض. قلت لهم حرام، ده ما لا يجوز.